في فيديو النهاردة خليك تغير الديسكتوب بتاع اللابتوب القديم للديسكتوب الجديد، وكل ده بطريقة مجانية ومن غير اي فلوس. وبرضه لو حابب ان انا اعرفك ازاي تعمل الديسكتوب بخلفية متحركة شبه اللي انت شايفها دي، اضغط لايك واشتراك واكتب لي كومنت ويلا نخش في الموضوع على طول. واول حاجة هنعملها هنخفي التطبيقات، هنضغط كليك يمين ونضغط فيو وشو ديسكتوب ايكون. وبعد ما خفينا التطبيقات هنخش على التاسك بار. التاسك بار دي مهمة جدا على فكرة، هتظبط لك شكل الديسكتوب بطريقة جميلة. هنخش على جوجل كروم وهنكتب تاسك بار اكس. تاسك بار اكس ده من البرامج الرايقة، هتستخدمها وهتفعلها بقى وتظبط بقى شكل التاسك بار. هنحمل التطبيق ماشي، وهنروح نسطبه. انا طبعا محمل التطبيق قبل كده، فانتوا بقى هتحملوا التطبيق. لما تحملوه وتسطبوه وتدخلوا عليه، ولما تدخلوا عليه هتضغطوا بقى على الشكل الرصاصي اللي قدامكم ده، دبل كليك عشان يفتح معاكم بالشكل الجميل ده. طبعا يعني بقى انتوا تفضلوا تظبطوا هتطلعوا بس من اول من دي، تفضلوا تظبطوا في شكل التاسك بار، عايزينها كذا كذا. اهم حاجه تفعلوا التاسك بار سيجمنت دي وتعملوا ابلاي، هيظهر معاكم بالشكل ده. ده شكل رايق جدا، بحسه شبه الماك، قريب من الماك شويه بس هو لا يعني حلو. انتوا بقى تفضلوا تعدلوا بالطريقه اللي انتوا حابينها، لان كل واحد وذوقه طبعا، فممكن دوت يجي مع ذوقك، يجي مع ذوق غيرك ما يجيش كده يعني. تعمل ابلاي وهو بقى يظبط الحوار. واخر حاجة معانا وهي الساعة. شكل الساعة ده من اهم الحاجات اللي انت المفروض يعني تعملها في الحوار كله. ماشي، هنخش على جوجل كروم ونكتب رين ميتر. رين ميتر ده برنامج رايق جدا، هو اللي هيظبط لك شكل الساعة. فانت بقى تخش تحمله. انا طبعا عشان محمله قبل كده فمش هخش على الموقع اصلا، انا بعرفك اسمه رين ميتر. هتدخل بقى وتحمله، ولما تحمله تسطبه يظهر لك على الديسكتوب شكل تاني خالص. فانت بقى تخش تحمل حاجة تانية ماشي اسمها موند، هو ده الريميتر بتعمله انستول. بس انا بقى عشان اعمله مرة فمش هعمله تاني، فاهم؟ انا بعرفك تضغط نيكست انستول، فانا اعمله مرة خلاص ماشي. وبعد كده بتطلع عشان تحمل الموند ده. الموند ده بيبقى زي ايه، زي سكن كده للساعة. المهم لما تخش على جوجل كروم تكتب رين ميتر موند دوت بقى، في سكنات كتير بقى تقدر تحملها منه. بصراحة برنامج رايق جدا، هو اللي عامل السكن اللي انت شفته في اول الفيديو. فانت بقى تخش على جوجل كروم وتحمله، هو ده شكله. تسطبه بقى تضغط انستول، هيظهر لك على الديسكتوب على طول. وديت السيتنجز بتاعته. السيتنجز بتاعته تقدر تعدل بقى في اللون. فهي 24 ساعة، هي دلوقتي كام عمالة 24 ساعة، تقدر تحولها 12 عادي. انا بقى ظابطها يعني بس ان هي تكون بالظبط. فانت بقى تقدر تحدد المكان اللي انت تحط فيه الساعة. تقدر تغير بقى في الالوان زي ما قلت لك من تحت كده، اللون الابيض اهو انا حولتها ل 12 ساعة. واللون الاصفر ده مثلا انت حابب تحوله للاسود للابيض لاي حاجه انت حابب لونها، مثلا على حسب الخلفيه، هي بتحدد على حسب الخلفيه. الخلفيه سودا تحولها للابيض، لو الخلفيه بيضة تحول الاسود، وهكذا بقى. شوف الالوان المتناسبه مع بعضها. ده بيكون الشكل النهائي بعد حبة التعديلات اللي احنا عملناها. شكل رايق الصراحة، بدل الشكل القديم اللي كان غريب ده. ولو حابب برضه تحط خلفيات رايقة، في برنامج كتير زي بنترست، ده برنامج رايق برضه. فاحنا برضه غيرنا خلفية كده، بص تقدر تغير الخلفية على حسب زي ما انت ما عايز. ويعني احنا كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. فقبل ما ننهي ما تنسانيش باللايك والاشتراك عشان انا بتعب في الفيديوهات دي. ودمتم في رعاية الله.